رحلتنا النهاردة لشرق أفريقيا، وبالتحديد لدولة تنزانيا اللي عدد المسلمين فيها لا يتعدى التلت من إجمالي عدد السكان اللي بيوصل تقريبا ل55 مليون. وبالرغم من كده بيتمتعوا بحرية مطلقة في إقامة الشعائر الدينية، وخصوصا في شهر رمضان اللي أكيد هيكون مختلف هناك. خليكم معانا وأهلا بيكم في تنزانيا. بيبدأ الاستعداد لرمضان في تنزانيا قبل الشهر الفضيل تقريبا ب15 يوم، بتعليق الزينة في الشوارع والبيوت وكمان المساجد. ومن أول يوم في رمضان وباقتراب وقت الفطار بيتم ضرب الدفوف للإعلان عن اقتراب أذان المغرب، وده بيعتبر بديل لمدفع رمضان في عالمنا العربي. وبيتم تدريب الأطفال على الصيام في تنزانيا ما بين سن 10 و12 سنة، وكل يوم بعد المغرب بيتم اصطحاب الأطفال دولت مع أهلهم للمساجد لصلاة التراويح. ومن العادات الرمضانية عقد دروس تحفيظ القرآن في المساجد من بعد صلاة العصر وحتى أذان المغرب. ومن العادات الجميلة جدا في تنزانيا هي إقامة مسابقات دينية مش بس في المساجد، وإنما كمان في استادات وملاعب كرة القدم علشان تستوعب الأعداد الكبيرة اللي بتشارك في المسابقات ديت. وبيشرف على هذه المسابقات مؤسسات دينية مختلفة، وبيشارك فيها مسلمين مش بس من تنزانيا وإنما كمان من دول أفريقية تانية. وبيتم تقديم جوائز للفائزين محترمة جدا، زي منح دراسية في المملكة العربية السعودية أو في الأزهر الشريف، أو رحلات للحج والعمرة. ومن العادات الجميلة جدا في ليالي رمضان ظهور الداكو أو المسحراتي في عالمنا العربي، اللي بيلف قبل الفجر بالدف الإفريقي المعروف لتنبيه الناس لوقت السحور. وبيتميز الشعب التنزاني بالكرم الشديد، ففي وقت الإفطار بيتم إعداد الموائد أمام المنازل، وبيوجهوا الدعوة لأي حد معدي في الشارع إنه يشاركهم الإفطار. وبتكتر الصدقات جدا خلال أيام رمضان سواء بالمال أو بالموارد الغذائية. أما بقى المائدة التنزانية في رمضان فليها شكل مميز جدا. أول حاجة بيفطروا على التمر والمية المحلاة بالسكر، أو الشاي بالحبهان، أو العصائر الاستوائية اللي لازم تكون موجودة جنب الأكل. وأهم عصير عند مسلمين تنزانيا هو الأوجي، وهو عبارة عن دقيق وذرة ونشا وفانيليا وسكر، حاجة كده شبه السحلب عندنا. ومن أشهر الأكلات هناك الرز بجوز الهند والأوجال، وهو طبق بسيط بيكون مرافق لمعظم الأطباق في تنزانيا، وهو شبه الفطائر أو الخبز. ودي كانت أهم العادات الرمضانية في دولة تنزانيا. أتمنى تكون الحلقة عجبتكم، وما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب لو أول مرة تشرفونا في القناة، واستنونا في حلقة جديدة، وشكرا.